السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقه جميله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. تعزمني على الغدا؟ فكرت هتعزمني على فلافل، على كشري. كشري كشري. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا عدس بجبه، انا جايباه من عند العطار ومنقياه ونقعاه في الميه من بالليل للصبح. ومعايا حمص الشام برضو منقياه ومنقعاه من بالليل للصبح عشان خاطر لما نيجي تاني يوم نيجي نسلقه يتسلق معانا بسرعه، ما ياخدش معانا وقت في السليق. بعد كده اكون مجهزه معايا بصله، ابتدي ان انا اقطعها حلقات بالشكل ده. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد ما خلصنا كميه البصل اللي احنا قطعناه مع بعض، ابتدي ان انا اجيب حوالي نص معلقه ملح، وابتدي ان انا افرك بالملح في البصل بالشكل ده. واهم حاجه ان احنا نفكك البصل من بعضه ونسيب البصله منقوعه مع الملح لغايه لما نخلص بقية الكشري بتاعنا. بعد كده نبتدي ان احنا مجهزه معايا الميه على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقه ملح وانزل عليها بالمكرونه. انا هنا مستخدمه نوعين مكرونه، مكرونه سباكيتي ومكرونه مقصوصه. وكمان العدس والحمص بتسلق معايا على البوتاجاز. نبتدي ان احنا نعمل الرز بالشعريه. اكون مجهزه حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت وانزل عليها بالشعريه، احمر الشعريه كويس. بعد كده اكون مجهزه معايا الرز، وابتدي ان انا اكون غسلاه كويس ومصفياه من الميه، واحمر الرز مع الشعريه. اول ما الرز اتحمر مع الشعريه ابتدي ان انا انزل عليه بالميه المغليه وانزل عليها بالملح، وبعد كده اسيب الرز معايا يستوي على نار هاديه. وبعد كده اكون مجهزه معايا البصله، نبتدي ان احنا ننزل عليه بحوالي ربع كوبايه زيت عشان احنا نستخدم الزيت ده في كذا حاجه. ابتدي ان انا احمر البصله بالشكل ده. شايفين ما شاء الله البصله اول ما احمرت معانا بقت اللون الدهمي، ابتدي ان انا ارفعها من على البوتاجاز بالشكل ده واصفيه كويس جدا من الزيت. وبعد كده ابتدي ان انا اخد حوالي 3 معالق كبار من الزيت اللي انا حمرت فيها البصله، وابتدي انزل بيها على المكرونه، بتديها طعم جميل جدا. بعد كده اكون مجهزه معايا معلقه توم مفروم ناعم، وابتدي ان انا احمرها مع الزيت بالشكل ده. وبعد كده اول ما التومه تتحمر معانا نبتدي ان احنا نجهز معانا لتر عصير طماطم، ونبتدي ان احنا ننزل على التومه بعد ما اتحمرت ننزل عليها بعصير الطماطم بالشكل ده، وننزل عليها بالملح، وننزل عليها بنص معلقه كمون ونص معلقه فلفل اسود، ونسيب الصلصه معانا تتسبك كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل الدقة مع بعض. اكون مجهزة معايا نص معلقة توم مفروم ناعم، انزل عليها بحوالي كوبايتين كبار من المية، وانزل عليها بحوالي 3 معالق كبار من الخل، وانزل عليها بنص معلقة كمون، وننزل عليها بالملح، ونسيب الدقة معانا ان هي تغلي معانا على البوتاجاز. اول ما تغلي معانا نطفي النار عليها علشان خاطر ما تمررش معانا. وكده خلاص الصلصة اتسبكت معانا، ابتدي ان انا انزل بيها على الحمص اللي احنا سلقناه مع بعض. بعد كده انزل عليها بمعلقة الشطة. انا هنا عملت الحمص والشطة مع بعض. واحد كمالة متولي. ودي تكون اكلتنا النهاردة. عملنا مع بعض الكشري المصري بطريقة جميلة جدا، وعملنا الدقة، وعملنا الشطة بالحمص، وعملنا البصل المحمر بطريقة سهلة جدا، وعملنا مع بعض صلصة الكشري. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.